السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. على اللي احنا فيه ده بجد والله انا مش عارفة فيه ايه. آه انا من اول يوم العيد وانا عمالة اقول اسكت يا لساني، اسكت يا لساني، ما تتكلمش، وانا ما اعرفش لساني مسحوب مني. شفت شوية حاجات كده على السوشيال ميديا. صلاة العيد، مش دي صلاة العيد يا جماعة، ده اسمه هرج ومرج. دي اسمها قلة أدب، دي اسمها استخفاف بالدين، دي اسمها أي اسم تاني، لكن صلاة عيد لا. I don't think so خالص. ما علينا، على فكرة أنا بتعامل معاكم بطبيعتي، ما فما حدش يتريق عليا. إيه ست تقف جنب راجل في صلاة العيد؟ خايف على مراتك من الزحمة ولا خايف على بنتك من الزحمة؟ قعدها في بيتها تصلي في بيتها، وديها مصلى الحريم وقول لها اقفي في مكان ده واجي اخدك. احنا كنا زمان زمان، يعني زمان، انا كبرت ما لقيتش امي ولا ستي ولا حد بيروح يصلي صلاة العيد، كانت الرجالة بس اللي بتروح تصلي صلاة العيد. تمام. لو في برضو صلاة العيد للحريم ماشي في مكان منعزل عن الرجالة، مش راجل واقف جنب ست. يعني انت جايب بنتك او جايب مراتك جنب منك، هل اللي هيقف جنب منها مش راجل؟ هل هنا كده تجوز الصلاة؟ دي حاجة يعني. يا جماعة بلاش الاستخفاف بالدين، بلاش نمشي على مزاجنا، بلاش نمشي على هوانا. والله العظيم وحياة ربنا أنا بزعل من لما بشوف الحاجات دي. بحس إن الناس بتستهون بربنا وبتستخف بربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة ده ربنا، عارفين يعني إيه ربنا اللي خلقني وخلقك وخلق الدنيا دي كلها؟ انت ولما تروح في الاخره هتروح لمين؟ ما انت هتروح لربنا، واللي هيحاسبك مين؟ ربنا. فلما تعمل كده انت يعني بتقول لربنا انت مش مالي عيني انا، ولا في دماغي عيب. مراتك خايف عليها من الزحمة او بنتك، خليها تصلي في بيتها. صلاة الست في مخدعها يعني اجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. ما قالش بقى الهرج ده والست جنب الراجل يا اما الرجالة قدام والنساء ورا وقبلة واحدة. لكن ده انا شفت صورة او شفت صور حاجات كده، الله اعلم اذا كانت فوتوشوب ولا حقيقيه، بس انا حاسه انها حقيقيه يعني. كل واحد بيصلي في قبله لوحده. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني في صفوف كده وصفوف كده وصفوف كده؟ هو ده العيد يا جماعه؟ هو ده ربنا قال لنا عليه؟ يعني انت قبل ما تعمل حاجه خلي عندك عقل. انت عندك الموبايل والنت 24 ساعه، خش على جوجل وابحث، اكتب كده صلاة الرجل جنب المرأة في صلاة العيد في وسط الزحام حلال ولا حرام. إن جالك من الإفتاء حلال، خد مراتك وخد عيالك وخد بناتك وخد اللي انت عايزه. لو قالك حرام ما تاخدش، استفتي، اسأل. مش شغل مزاج هو، والله ما مزاج يا جماعة. يعني ايه انا مزاجي مثلا؟ يعني انا مزاجي دلوقتي اقوم اصوت في الشارع، اقوم اصوت في الشارع؟ يعني ده عقل؟ ما هو مع انها ممكن حاجة عادية يعني، لكن احنا بنتكلم عن الشرع والدين، ما هواش بمزاجنا. نسأل، اسألوا أهل الذكر، اسألوا. لكن اللي انتوا بتعملوه ده مش صلاة عيد يا جماعة، والله ما صلاة عيد خالص. والقبلة، اللي يصلي لي في قبلة غير التاني، واللي برايح واللي تبقى رايحة صلاة العيد المكياج على وشها وبرفان، وايه ده؟ ايه ده؟ انا اعرف ان في حديث بيقول لك من تعطرت امرأة ومرت على قوم شم ريحتها فهي زانية والعياذ بالله. إيه احنا بقينا عادي كده؟ استهبال كده. انا عماله من اول يوم العيد وانا عماله اقول اسكت يا لساني، اسكت يا لساني، بس مش قادره بصراحه. انا ان كان عليا انا ما بخرجش اصلي العيد، انا بصلي في بيتي، قافله عليا باب وبصلي في بيتي. زي ما كبرت لقيت امي وستي واهالينا زمان الناس الطيبه يقعدوا في البيت، الرجاله تروح تصلي العيد يجوا يلاقينهم مجهزين الطبليه وعليها السوداني والكحك والحاجات دي، ومصليين الفجر في بيتنا ومصليين ركعتين وزي الفل وقاعدين محترمين. ما عادش فيه احترام ليه؟ هو انت لما تربي بنتك ان انت تاخدها تقف جنب راجل في صلاة العيد، انت بتربي بنتك انها تحافظ على شرفها؟ لا، ده بنتك هتطلع سداح مداح. يا جماعة انتوا بتودوا عيالكم في داهية. انتوا بتطلعوا اجيال فاشلة، فاشلة في كل حاجة، اخلاق ودين وكل حاجة. انت راجل، انت راجل مسؤول عن بيتك.
ايه تاخد بنتك وتنزل وتاخد مراتك وتنزل والمكياج على وشها والبرفان والكلام؟ انت راجل البيت، قول لها انت رايحه فين، تخطى ايه؟ عيب. عايزه تحط حط ببيتك، لكن تخرجي بره وتتزنقي في الرجاله ويشموا ريحتك والكلام الفارغ ده. يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم، الدنيا قصيره والحياه قصيره وهتروحوا لربنا. اه. اه يا ويلكم. يلا سلام عليكم.